السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أميرة الديكور. فيديو اليوم مخصص لكل واحدة تبحث عن التمييز في قاعدة العيد. حطيت لكم تشكيلة صور لأرقى تنسيقات سنوات العيد 2026 باش تدوا منها أفكار وتزيدوا لمسة بريستيج لمائداتكم. تأملوا في كل سنيوة وتنسيق وأي تفصيل يعجبكم بخصوص الأواني ولا أنواع الحلويات. خلوا لي سؤالكم في التعليقات ونمدلكم كامل المعلومات بكل سرور. إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها القناة يسعدني انضمامكم لينا، ويلا نشوف الصور مع بعض. نبدأ بأول سر وهو قاعدة اللون الواحد. لاحظوا في هذه الصور كيفاش اللون الأبيض مع اللمسات الذهبية يعطي فخامة وهدوء للعين. إذا حابين طاولتكم تبان بريستيج حاولوا توحدوا لون الفناجين والطباسة. إذا الأواني متاعكم فيها ألوان بزاف استعملوا مفرش طاولة ناط بلون حيادي وسادة مثل الكريمي أو الأبيض باش تبرزوا جمال لماعا بلا ما تجي طاولة مشوشة. الفرق بين الطاولة العادية والطاولة الملكية هو التفاصيل الصغيرة. شوفوا هذه الصور كيفاش توزيع الحلويات راهو مدروس. الحوامل العالية دايما تجي في الوسط أو في الخلف، والطباسة الصغار يجيو من القدام. استعمال المناديل الورقية المطوية بإتقان أو إضافة غصن ورد طبيعي في فاز صغير يخلي الضيف يحس باللي راهو غالي وباللي راكي تعبتي على جالو. الاتيكيت يبدأ من هذه اللمسات البسيطة اللي تعطي روح للطاولة. مش لازم يكونوا عندك أغلى لماعن باش تديري طاولة شابة. السر كامل راهو في النظافة والتنظيم قبل العيد. جربي تنسقي واش عندك، شوفي تناسق الألوان، وجربي تحطي الصينية وتوقفي بعيد وتشوفيها. هذه التجربة هي اللي تفرز لك الأفكار وتخليك نهار العيد واجدة واثقة من ذوقك. طريقة حط الحلوى في السنيوة عندها دور كبير. دائما نحاول نحط الأشكال الكبيرة في الوسط والصغيرة في الأطراف باش تبان السنيوة معمرة وهمة. طريقة حط الحلوى في السنيوة عندها دور كبير. دائما نحاول نحط الأشكال الكبيرة في الوسط والصغيرة في الأطراف باش تبان السنيوة معمرة وهمة. كانت هذه مجموعتي المختارة لإلهامكم في تحضيرات العيد. نتمنى تكونوا خذيتوا أفكار تليق ببيوتكم بأذواقكم الراقية. قولوا لي في التعليقات واش هو التنسيق اللي يعجبكم بزاف وحابين تطبقوه. شكرا على المتابعة وفي أمان الله. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا على المتابعة وفي أمان الله. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.